السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ نتكلم في الفيديو النهاردة عن ويدجت من أهم الويدجتس الموجودة في فلاتر وبنستخدمها كتير جدا 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 في المشاريع، ألا وهي الإكسباندد. بس خلينا قبل ما نبدأ نشرح الإكسباندد خلينا نكتب كود بسيط هنا. طبعا عملت بادي وكولوم. هنا مثلا نعمل كونتينر نديله هايت مثلا وليكن 300 وويدث 300 ونديله أي كلر وليكن اورنج مثلا. تمام، نكرر العملية دي كم مرة كمان ونخليه مثلا وليكن جرين. فانا لو جيت عملت رن هنا فانا اللي بدأ يظهر لي ايه؟ 2 كونتينر، كل كونتينر واخد ويدث وهايت 300، فبالتالي هو واخد في الشاشة على قد 300. طيب دلوقتي لو انا عايز اخلي الاتنين كونتينر دول متقسمين على الشاشة بالظبط، يجي هنا دور ويدج جديدة اسمها الاكسباندد. الاكسباندد بتخلينا اتحكم في المساحات جوه الكولوم او الرو بالنسبة اللي انا محتاجها او بنسبة التساوي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا جيت اعمل الكونتينر ده مثلا اللي هو الاورنج، احطه مثلا في اكسباندد ونلغي مثلا الويدث والهايت. دلوقتي دلوقتي الاكسباندد دي هتاخد المساحه الفاضيه من السكرين. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الكونتينر اللي هو الجرين ده واخد هايت 300 واخد ويدث 300، فهو دلوقتي هيبدا ياخد الهايت وال 300 بتاعه والباقي هيملاه الاورنج. خلينا نشوف بالظبط كده زي ما انا كنت لسه بتكلم دلوقتي. يبقى الاكسباندد شاف المساحه اللي باقيه من الشاشه وخدها. طيب انا دلوقتي لو عايز الاثنين الاتنين كونتينر ياخدوا نفس المساحه بالظبط، فانا مثلا ممكن الغي الاتنين الهايت والويدث ده واعمل اكسباند، نضغط، بدا ان الاتنين كونتينر يتقسموا على الشاشه بالظبط، يبقى في تساوي ما بينهم. وده دور الاكسباندد. الاكسباندد هي بتتحكم لي في المساحات. اول حاجه هي ويدجت بستخدمها داخل الكولوم والرو علشان ابدا اتحكم في المسافه، عشان ابدا اتحكم في المساحات بتاعه العناصر اللي موجوده جواه. يعني انا دلوقتي لما حطيت 2 كونتينر جوه اكسباندد فدلوقتي هو قسم لي الاتنين بالتساوي بالظبط على مين؟ على الشاشه. يعني انا دلوقتي اعتبر ان الشاشه دلوقتي مساحتها 20، وليكن اعتبر ان الشاشه مساحتها 20. فهو دلوقتي اول لون لما استخدمت اكسباندد اول لون خد هنا 10 وتاني لون خد هنا 10 بالتساوي. تمام. طيب انا دلوقتي لو زودت مثلا كونتينر تاني نخليه مثلا ريد، بما ان انا لسه قايل ان الاكسباندد بيخلي المساحات متساويه، طالما انا لسه ما استخدمش اي بروبرتي فيه فبالتالي هتتقسم على الشاشه بالتساوي. طالما انا عندي 3 وهقسم الشاشه على 3 فبالتالي كل واحد هياخد تلت بالظبط كده. طيب نفس الكلام لو انا عملت واحد رابع، نفس الكلام لو انا عملت واحد رابع مثلا وليكن بلاك او بلو احنا ما استخدمناهوش، فانا بالتالي الاكسبندد هنا بدأ يوزعنا المساحة. يعني مثلا نفترض برضو ان السكرين التاني دي 20، فبالتالي هو بدأ يقسم لي، طالما انا عندي 4 الوان وعايز اوزعهم بالتساوي هو بدأ يتأقلم على حجم الشاشة. يعني بدأ اول لون ياخد 5 وتاني لون ياخد 5 وتالت لون ياخد 5 ورابع لون ياخد 5. طيب يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه اكسبندد وهي بتعمل ايه. طيب دلوقتي في بروبرتي موجودة جوه الاكسبندد اسمها فليكس. فليكس دي بتتحكم في نسبة المساحة اللي هياخدها التشايلد اللي ماسكها الاكسباندد. يعني مثلا الاكسباندد ده ماسك التشايلد بتاعه مين؟ كونتينر اللي هو لونه اورنج. فانا دلوقتي لو قلت فليكس 1 او مثلا فليكس واديته مثلا قيمة 1، فهو دلوقتي ده الديفولت بتاع الفليكس جوه الاكسباندد. يعني دلوقتي كأني برضو ما حطيتش حاجة لان ده الديفولت بتاع الاكسباندد. يعني انا دلوقتي كاتب فليكس ومديها قيمة 1 نفسها برضو هنا بس هي مش مكتوبة لان ده الديفولت. طيب لو انا عملت 2، لو انا عملت 2 هي تبدا تاخد يعني ضعف المساحه ديت وتبدا تتبقى مساحه تتقسم على الثلاثه تحت.
بالشكل ده كده. طب مش فاهمين ايه اللي حصل؟ هقول لكم. يعني انا دلوقتي خلينا نفترض ان ده 20، السكرين دي 20، وانا دلوقتي كل لون واخد مساحة 5. تمام. فانا دلوقتي اول لون خد 10، واتبقى 10 تتقسم على 3. 10 على 3 يعني فيها 3.33. يعني كل لون دلوقتي ولنفترض ان هو واخد 3.33 من مساحة ال10. يعني هو دلوقتي اللون الاورنج ده خد 10 لوحده، واتبقى 10 يتبقى عليها مين؟ الثلاث الوان. فبالتالي خلينا مثلا نعمل هنا مثلا ولنفترض ان ده ال10. تمام. اتبقى 10 تتقسم على الثلاث الوان، هيبداوا يتقسموا بالتساوي. 10 على 3 يعني فيها 3.33. خلينا نكتبها هنا عشان ما ننساش. 10 على 3 فيها 3.33. فدلوقتي ال10 اللي باقيه ديت اتقسمت على 3، فكل لون خد 3.33 اللي هو الاخضر والاحمر والازرق. يبقى انا كده عندي الاكسبندد هي ويدجت بستخدمها جوه الكولوم او الرو علشان ابدا اتحكم في المساحات او نسبه المساحات اللي هياخدها العناصر بتاعتهم عن طريق حاجه اسمها فليكس، وابدا اتحكم في المساحه بتاعتي جوه اي حاجه، واقدر اتحكم ان هي لا تتمدد ولا هي تبقى مثلا واخده مساحه مش واخداها. لا، انا ابدا اتحكم في المساحات او نسبه المساحات عن طريق مين؟ الاكسبندد. خلينا نبدا نتكلم في الفيتشرز بتاعت مين؟ الاكسباندد. وهي اول ميزه عندي اللي هي ميك ذا ديزاين ريسبونسيف، اللي هي بتعمل لي يو اي ريسبونسيف، يعني بتطلع لي نفس اليو اي مع اختلاف احجام الشاشات. يعني انا دلوقتي مطلعه لي بالتناسق ده في الايميوليتور ده مثلا، وليكن مثلا انا استخدمت شاشه اصغر هتطلع برضو نفس التناسق. لو انا استخدمت ايباد او تابلت او لابتوب برضو هتطلع لي نفس الكلام. وده معناه انها ريسبونسيف. يعني ايه ريسبونسيف؟ يعني بتطلع لي نفس اليو اي اللي انا صممته على نفس الشاشات، على اي شاشه باختلاف الاحجام بتاعتها. بس كده يعتبر احنا كده اتكلمنا عن الاكسباندد، وهنستخدمها كتير جدا 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 الى ما تتخيل في المشاريع الجايه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط اشتراك ولايك، يعني حاجه بتدعمني ان انا اكمل. ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.